السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو صلى على النبي واذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن شاء الله أبدأ في محتوى مختلف، يعني هبدأ أنوع. فإن شاء الله يعني بحاول أنتظم في المحتوى اللي أنا هبدأ أعمله من أول الفيديو ده. ويلا بينا نبدأ الفيديو. مش عارف أبدأ منين، مش عارف أقول إيه. يلا بينا نرتب الأمور واحدة واحدة كده. نبدأ أول حاجة عن الصلاة. نبدأ الصلاة أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة. يعني أول حاجة أول ما تتحاسب عليها هي الصلاة. ف... فليه ما تصليش؟ ليه؟ إيه اللي منع؟ الشيطان؟ قوم اديله بالجزمة صاحبي وقوم اتوضى وصلي. بالمناسبة بس، الكلام اللي أنا بتكلمه دلوقتي مش لكل وحدكم، ليا أنا كمان معاكم. يعني الكلام اللي بيتقال لكم بيتقال لي أنا كمان برضه. فإيه اللي منع؟ الشيطان. استعيذ بالله صاحبي وقوم، حتى لو كل يوم فرض، على الأقل تبقى بتلتزم على فرض. بعديها التزمت على فرض، خش في التاني، نفس الحوار، اقعد عليه فترة وانتزم في التالت، فترة وانتزم في الرابع. فايه اللي منع؟ خلي بالك، زمان كانوا 50 فرد أو أكتر، عشان تبقى عارف بس. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان خايف علينا، والله زي ما بقول كان خايف علينا. في رحلة في رحلة الإسراء والمعراج، آه، راح لسيدنا موسى. قال له شوف ربنا هيفرض عليك ايه او هيأمرك بايه، وتعالى قول لي. سيدنا محمد طلع، ربنا قال له ايه؟ الصلاة اهم حاجة. يعني مش عارف اقول الكلام بالظبط، بس يعني احاول اقولها بالعامية واختصر برضه. قال له افرض عليكم الصلاة. قال له كام صلاة؟ 50 او اكتر، الله اعلم. فسيدنا محمد نزل لسيدنا موسى، قال له ربنا أمرك بإيه؟ قال له بالصلاة. قال له كام؟ قال له 50. قال له كتير أوي. ارجع لربنا وقول له كتير، أمتي مش هتقدر. فالمهم طلع، فضل طالع نازل على ربنا وسيدنا موسى، طالع نازل من 50 لحد خلاهم 5، اللي انت وانا وغيرنا مش قادرين نصليهم. فتخيل انت، آه، من 50 صلاة لحد 5 صلوات مش قادرين حتى نلتزم في صلاة واحدة. تخيل قد ايه احنا بعاد، قد ايه محتاجين نراجع نفسنا، قد ايه احنا مش عايشين. واقول لك على حاجة، طول ما انت بتسمع سيرة الصلاة، تسمع كلام في القرآن، قلبك بيوجعك، عارف ان انت ضميرك لسه صاحي. يعني ما بقيتش جاحد، ما بقيتش بتتأثر بالقرآن، لا، انت ضميرك صاحي لسه. وطول ما في كلام في الدين وجعك، كلمة أو آية قرآنية وجعتك وكلامها أثر فيك، يبقى أنت لسه صاحي، في فرصة، عندك فرصة كبيرة إن أنت تقوم وتتوضى وتصلي وترجع لربنا. أقول لك على حاجة. أه يعني محدش، مش عارف أقول إيه، بس أقول لك على حاجة. رحمة ربنا كبيرة أوي، أقسم بالله. أنت عارف يعني إيه
تتخيل ان انت تعمل ذكاء. فكرت بس، انت فكرت تطلع ذكاء، فكرت وما عملتهاش، اتحسبت لك بحسرة. امال لو طلعتها هتتحسب لك ب10. والله يضاعف لمن يشاء. يعني تخيل، يعني انت فكرت واتحسبت لك، طلعت اتحسب لك الضعف. وربنا يضاعف لمن يشاء. يعني لسه لسه في حسنات بص بتضاف عليك. فمستني ايه؟ يقول لك وكان الله غفورا رحيم. مستنيين ايه؟ مفاضلش كتير، والله مفاضل كتير. فعايزين نلحق نفسنا كده. تمام. ونبدأ نصلي ونقرا قرآن ونذكر الله كده كتير. فاهمني؟ وبس كده. طبعا الفيديو مش طويل وكده يعني، بس اهو ادينا اهو يعني بدأنا نفوق لنفسنا كده. تمام. ونظبط الدنيا. وقد ايه بجد رحمة ربنا واسعة. ده بجد اهو بصوا. الله أكبر. ف... فمفيش حاجة مستاهلة. والله ما في حاجة مستاهلة. مفيش حاجة مستاهلة كل ده.